ايه يا كلاينت؟ ايه يا كلاينت ينفع كده واسيبك حد غريب؟ اقعد يا راجل اقعد. بصراحه كده يا كلاينت كنت عايزك في خدمه، معكش فلوس بس سلف، في فرصه استثماريه مش هينفع تضيع عليا خالص خالص. انا عارفك انت لئيم، عايز تعرف ايه الفرصه دي عشان تروح تشتري من ورايا. ها عامه انا هقول لك، في حته يا كلاينت موجوده عند مطار سفنكس الدولي. انا كل ما اتخيل الاستثمار اللي موجود هناك هيبقى عامل ازاي بتجن بجد. المطار ده بقى مطار مدني بعد ما كان مطار عسكري، وده على فكره ليه مغزى كبير قوي. بينزل منه افواج كتير قوي، والافواج دي افواج اوروبيه بيروحوا على الشيخ زايد. عملوا منطقه جديده اسمها منطقه نيو زايد، ودي احسن تخطيط من الشيخ زايد ب 100 مره. تخيل بقى يا كلاينت تاخد محل هناك، ومش اي محل، ده اللي عامله الباشمهندس محمد الدر. باشمهندس محمد الدر يا كلاينت. يا كلاينت انت مش عارف محمد الدره؟ محمد الدر يا كلاينت اللي عامل كابيتال بيزنس هاب، ده اكبر مول موجود تقريبا في مصر. يعني ممكن يأجر عندك شركات سياحه، بنوك، كافيهات ومطاعم واي حاجه تخدم على المنطقه الكبيره جدا اللي هتبقى منطقه مش بس سكنيه من الطراز الاول، دي هتبقى سياحيه وهيجي عليك افواج او اجانب وفلوس دولارات يا كلاينت. مليونير بكره هبقى مليونير. بس انا عارفك يا كلاينت، انت شكاك. هتقول لي طب ليه مكان زي دوت ما فتحش فيه بيج نيمز؟ انت على يمينك صدق وعلى شمالك مراسم يا استاذ. يبقى كده انا احسن لوكيشن واحسن ديزاين وكمان جنبي بيج نيمز. بس في حاجه ناقصه، صح يا كلاينت؟ انت صح، ما بيفوتش منك حاجه، انت خلبوس. هي البيمنت يا كلاينت. البيمنت بتاعتنا مش هتبقى ناقصانا كمان، عشان خاطر دي اقساط لغايه 9 سنين و5% و10% داون بيمنت بس. بالله عليك يا كلاينت لو انت مكاني مش هتبقى برضو عمال بتدور على فلوس عشان تحطها هناك؟ لو معاك اي حاجه كلمني وانا هقول لك التفاصيل، وهقول لك تحجز ازاي وتحجز ازاي كل مره بقى. مش عارف بتاع، وشاركني وخش على الرابط واعمل لايك وشوف الفيديوهات اللي فاتت. شاركني يا كلاينت كده، شاركني.